ازيكم؟ هعمل معاكم النهاردة الرز بالخلطة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ريحته حلوة جدا. اساسي لازم تعمليه، بيليق مع اي حاجة وفي اي عزومة عندك اساسي ان انتي تعمليه. هدخل معاكم في الطريقة على طول، بس قبل ما نبتدي لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، ويلا بينا بقى ندخل في الطريقة. اول حاجه عندي نص كوبايه من الزبيب. اتاكدي ان نوع الزبيب يكون نضيف زي ما انت شايفه كده، ما فيهوش اي شوايب او اي حاجه لونها غامق. حطيته في طبق ونزلت عليه بشويه ميه بتغلي. والخطوه دي مهمه جدا، اولا بتنزل لك السكر الزياده اللي بيبقى موجود في قلب الزبيب، وكمان بيخلي الزبيب معاكي يكون طري مش ناشف او مجلد كده لما نيجي نحطه على النار. جبت حله عندي على النار، حطيت فيها معلقه كبيره من السكر، والمقادير اللي انا هقولك عليها دي لنص كيلو بس من الرز. يعني انا ما حطيتش اي حاجه في الحله غير السكر بس، على نار اقل من متوسطه. لازم افضل اقلب في السكر بتاعي كده على النار، ما سيبوش ابدا لان هو بياخد لون بسرعه جدا. او لما خد اللون الغامق نسبيا زي ما انت شايفه، نزلت عندي بكوبايتين من الميه، وبعدين حطيت مكعب صغير من الزبده او معلقه كبيره من السمنه، بس ما تكونش مليانه قوي. هبتدي اقلب شويه، وهضيف بقى البهارات بتاعتي. حطيت معلقه صغيره اللي هي بتاعه البهارات دي من مليانه من القرفه، وهحط نص معلقه من السبع بهارات. انا ما بحبش احط بهارات كتير عليه، لان المكونين دول كافيين ان هم يخلوا لك ريحته في حته تانية. حطيت مكعب من المرقه، وكان مكعب خضار تقدري تحطي او تستغني عنه. حطيت معلقه صغيره من الملح، وبعد كده لو احتجت ملح تاني هزود. طبعا سبت المية اللي فيها بهارات تغلي كويس جدا، ورحت غسلت نص كيلو من الرز كويس جدا وصفيته. عقبال ما جيت كانت المية غلت. دقت، لازم تدوقي المية عشان تظبطي نسبة الملح بتاعها. وبعدين حطيت الرز بتاعي، وحطيت شوية كده من المية فوقيه عشان يبقى فوق الرز بعقلة صباع. قلبت كويس جدا وسبت الحلة على نار متوسطة لحد زي ما انت شايفة كده. المية يعتبر اكتر من نصها اختفى، والرز ابتدى يبان عندي. وطيت درجة الحرارة جدا على زي الشمعة، وبعدين غطيت الرز وسبته يستوي. في طاسة عندي على النار حطيت مكعب زبدة تاني، وكمان نزلت بيه شوية كده من السوداني. تقدري تستغني عن المكسرات اصلا، وممكن تحطي انواع مكسرات تاني لو انت حابة. المهم ان انا اكتفيت باللي موجود عندي اللي هو السوداني. خدت تشويحة بسيطة في الزبدة، وبعدين نزلت بيه الزبيب اللي انا حطيته في مية في الاول خالص. خد حوالي دقيقة او اقل من دقيقة على النار، طلع بالشكل اللي انت شايفاه ده، والرز مفلفل، ريحته وطعمه حلو جدا. جربوا الطريقة دي، انا واثقة ان هي باذن الله هتعجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.